واهلا بيكم في فيديو جديد، ومعاكم نهى من شركة ايفون. والنهاردة معانا منتج ناس كتير مش مدياله حقه في شركة ايفون. وانا عن نفسي لما جبته انا عارفة قد ايه ليه فوائد كتير حلوة ومهمة، وهنسردها النهاردة باذن الله في الفيديو بتاعنا. ولكن انا كنت بستخدم حاجة بديلة وكنت مرتاحة عليها جدا، والحاجة دي برضو منتج جميل وحلو جدا ومميز. وطبعا الاتنين منتجين حلوين، ولكم مطلق الحرية في ان انتوا تستخدموا اللي يتناسب مع بشرتكم ويريحها. هنعرض النهاردة معانا منظفات البشرة. عندنا المنظف بتاع ايفون كير بتاع مية الورد، وهو حجمه 100 ملي. ومعانا كمان المنظف بتاع اسكينول، اللي هو حاجة عاملة زي التونر كده، وهو حجمه 250 ملي. دورهم ايه؟ بينضفوا الوش، يعني بينضفوا الوش ومية الورد مع النظافة بترطب، ولكن الاسكينول بينضف بس. يعني الاسكينول كل وظيفته ان هو بينضف البشرة بعمق جدا. انا بصراحة كنت بستخدم الاسكينول وجربت منه اللي بالخيار واللي بالافوكاتو وحاجات كتير. تعالوا اقول لكم رأيي في كل واحد فيهم على حدة. بس قبل ما نبتدي الريفيو بتاعنا متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا نبدأ الريفيو. معانا النهاردة المنظف دوت منظف الوجه من اسكينول، وهو ده الإصدار اللي هو الكلاسيك. في منه بالافوكاتو، وفي بالخيار، وفي بالبابايا، وفي بالليمون، في بحاجات كتير، وكلهم روايحهم تحفة جدا. مبدئيا دوت انا ما بجيبهوش من مصر، دوت اماراتي الصنع. اهو مكتوب عليه صنع في الامارات العربية المتحدة. فانا افضل ان انتوا تجيبوا المستورد. ايه دوره او بيعمل ايه؟ بتبلل قطعة قطن بمنتج اسكينول منظف بشرة الوجه، وينظف بيها الوجه والرقبة، وممكن نستخدمه للذراعين والساقين عشان افضل نتيجة تحصلي عليها. ممكن تستخدميه مرتين يوميا. انا بصراحة المنتج دوت بالنسبة لي عش السنين. انا ما بستخدموش بقى على الذراعين واليدين، انا بستخدمه تحت الابط، وبستخدمه على ظهري، وبستخدمه على صدري والمنطقة المحيطة للرقبة. يعني مش عايزة اقول لكم، ممكن ابقى اكون لسه واخدة شاور وبيطلع بلاوي. بيطلع بلاوي قطنة كده صغنونة، قطنة من اللي هو القطن العادي دوت اللي احنا بنستخدمه لبشرتنا، وتحطي حبة ومش لازم كتير ومشيها على جسمك. انا مش عايزة اوريكم، عندي قطنة لسه مستخدميها يعني. مش عايزة اوريها لكم نظرا لبشاعة المنظر، ولكن انا هعرضها لكم. بس انا عايزة اوريكم هو قد ايه. بصوا الفرق، بصوا الفرق، وانا لسه واخدة شاور، وبصوا مطلع قد ايه. وده من وشي الجزء ده. بس انا طبعا عشان عامله سكراب وبتاع وكده، فده اللي طلعه من وشي وده اللي طلعه من الجسم، رغم ان انا لسه واخده شاور. فشوفوا قد ايه نتيجته مبهره. بصراحه من المنظفات القويه جدا جدا جدا. انا ما استخدمتهوش في ازاله المكياج، وهو مش دوره خالص ازاله المكياج. هو دوره النظافه العميقه للبشره، يعني تستخدميه تحسي كده بانتعاش، وبيخلي البشرة منتعشة بشكل ما اقولكيش. يعني رائع 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 رائع. بصوا انا مخلصاه وعندي ازازتين منه تانيين، يعني عندي 2 ستوك شايلاهم، لان انا ما اقدرش استغنى عنه نهائي 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 نهائي. وآمن جدا على البشرة، بينظف البشرة بشكل مبهر. انصح بيه كل واحد يجيب الريحة اللي بيحبها. انا جبت الروايح كلها، وفي الاخر استقريت على الكلاسيك ده. ريحته حبيتها، يعني اكتر ريحة حبيتها فيهم هو والبابايا برضو بصراحة. ريحته جميلة، ولكن ده حبيته اكتر. انصحكم تجربوه، ولكن تجيبوا المستورد. شوفوا هو اكيد بيتباع في مصر المستورد. كمان العبوة بتقعد كتير جدا لان هي 250 ملي. تعالوا بقى نخش على مية الورد ونشوفها هي بتعمل نفس الدور وقامت بنفس الدور ولا لا. ومعانا النهاردة تاني منتج، وهو ايفون كير، اللي هو المنظف بتاع مية الورد، او التونر بتاع مية الورد. التونر ده جميل جدا، وانا بصراحة عارفة مميزات مية الورد ايه وقد ايه هي مفيدة للبشرة.
اللي يميز مية الورد عن اي منظف تاني ان هي بتنضف البشرة وبترطبها، او اللي يميز تونر مية الورد بتاع ايفون كير كمان عن اي تونر تاني ان هو بيسيب البشرة مترطبة. يعني هو ما بيشيلش بس الزيوت اللي بتستخل في البشرة، لا ده كمان بيرطبها، وده دور مية الورد. تعالوا كده نعرف ايه الفوائد اللي بتقدمها لنا مية الورد وتأثيرها القوي على بشرتنا. اول حاجة ان استخدام مية الورد بشكل دوري ودائم بيخلي البشرة بتستعيد نضارتها وحيويتها. من اول الفوائد بتاعة مية الورد ان هي بتعادل درجة حموضة البشرة. يعني ايه انها بتعادل درجة حموضة البشرة؟ احنا طبعا بنستخدم منظفات وبنستخدم صابون وبنستخدم حاجات كتير على بشرتنا، الحاجات دي بتخلي درجة حموضة البشرة غير متعادلة، لان عدم تعادلها بيسبب ان احنا بشرتنا بيحصل فيها مشاكل، ومن اهم المشاكل دي ظهور الحبوب. فمية الورد بتعادل درجة الحموضة دي في البشرة وبترجعها لمعدلها الطبيعي، وتمنع ان المشاكل دي تحصل في بشرتنا. وزي ما قلنا ان مية الورد بتمتص الزيوت الزائدة في البشرة عن حاجتها، فده بدوره بيخلي البكتيريا اللي بتنمو مع الزيوت والدهون اللي في البشرة دي تقل، وبالتالي فهي بتمنع ظهور حب الشباب، وكمان لو هو موجود فهي بتقضي عليه. فعشان كده هي ليها دور فعال ومهم جدا في محاربة حب الشباب وبتقلل من ظهوره. بالإضافة إن هي بترطب بشرتنا، وإن هي عشان قوامها خفيف فهي سهلة الامتصاص وبتخش للطبقات الداخلية للبشرة، والبشرة بتمتصها بسرعة وسهولة. فعشان كده هي بتساهم في ترطيب البشرة بشكل فعال. بالإضافة إن احنا لما بشرتنا تبقى متهيجة، اتعرضنا لأشعة شمس زيادة، اتعرضنا لأي شيء، حطينا منتج عمل لنا في البشرة تهيج، فهي بتساعد ان هي تقلل من التهيج ده، وهي مضادة للالتهابات. فده بدوره بيقلل تحسس البشرة والتهابها، وتساعد على تهدئة البشرة وتبريدها بشكل فوري، وبتسيبها كده في حالة من الانتعاش. بالإضافة ان هي ليها دور مهم جدا 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 في تقليل الانتفاخات اللي حوالين العين. ولكن ده ازاي؟ لازم نحطها في التلاجة ونجيب قطنة من القطنتين دول نغطيهم بمية الورد او نغمسهم في مية الورد، ونعمل ماسكات على العنينة، نحط واحدة يمين واحدة شمال، ولكن مية الورد لازم تكون ساقعة عشان تقدر تخفف او تمتص الانتفاخات اللي حوالين العين. فهي بتقوم بالدور دوت بكل سهولة وتساعد على اختفائها بشكل سريع. بالإضافة إن هي سلاح ذو حدين، نقدر نشيل بيها المكياج لو حطيناها على قطنة وشلنا بيها المكياج، وكمان ما بتتسببش ان هي تعمل تحسس لعينينا. بالاضافة ان هي مثبت قوي جدا للمكياج لو حطيناها في ازازة فيها بخاخ ورشينا بعد المكياج بتاعنا منها على بعد مسافة، فهي بتثبت المكياج لأطول فترة ممكنة. بالإضافة إن هي فيها مضادات للأكسدة، المضادات دي بتساعد إن هي تحارب شيخوخة البشرة، وبتقلل من العوامل الخارجية اللي بتأثر على بشرتنا واللي بدورها بتعمل لنا شيخوخة مبكرة. فهي استخدامها بيساعد بشكل سريع على إن البشرة تستعيد توازنها بعد التعرض لأي مسببات خارجية ممكن تأذي البشرة بشكل واضح وملموس. بالإضافة إن هي كمان بتعالج حروق الشمس، فهي دورها كحاجة مبردة أو مهدئة للبشرة. إحنا ممكن نستخدمها لما البشرة يحصل لها حرق بسيط من الشمس، هتساعد على تهدئة الحروق دي، وكمان هتساعد على تخفيف الألم اللي بيبقى مسببه الحرق ده في البشرة. كل دي حاجات مفيدة بتعملها مية الورد، رغم ان الازازة ممكن تكون 100 ملي، ولكن مبهرة ومفيدة جدا لبشرتنا على جميع المستويات. بتنظف البشرة بشكل ملحوظ. لو استخدمتيها على بشرة، عملتي سكراب وعملت لها ماسكات وكل الحاجات دي، برضو حطيتيها على قطنة، هتلاقي بشرتك برضو بتطلع زي اللي احنا شايفينه ده كده.
هتلاقيها برضو بتطلع وساخة، لان هي تونر قوي، وفي نفس الوقت مش هتسيبها لك بقى مشدودة كده، هتسيبها لك مترطبة وجميلة. هي موجودة معانا الحملة دي في العرض بتاع ال3 منتجات اللي هو ميكس اند ماتش. العرض دوت ممتاز جدا، وبتبقى المنتجات فيه سعرها اقل من ان انت تشتري كل منتج على حدة. عايزة تستفيدي منها في العرض ده ماشي، عايزة تستنيها لما تنزل لوحدها، هي بتنزل معانا في كل الحملات. ولو انت عايزة تطلبيها خشي على الجروب بتاعي ايفون ايكونيك اوف بيوتي، هتلاقي اللينك بتاعه في صندوق الوصف، واطلبيها مني. يا اما اعملي عضوية واستفيدي من العرض الجميل اللي سعره تحفة. وكلميني على الرقم الموضح قدامك اعلى شاشة على الواتساب عشان نعمل العضوية سوا، ومش تستفيدي من العرض ده وبس، لا تستفيدي من عروض ايفون كلها الحلوة، ومن خصوماتها الجميلة، واقل سعر شحن على مستوى جمهورية مصر العربية. اشوفكم في ريفيوهات حلوة كتير وفيديوهات احلى على خير. باي باي.